ايه تصطفلي رح تعجزي. لا تندمي على كل عريس رفضتيه. لكو سنتين 3 ما حدا بيطلع فيكي. ايه روحي لحقي حالك قبل ما يفوتك هالقطار. هالكلام اللي سمعتوه أنا وكتير صبايا مرينا فيه وعم نمر فيه. وإذا رفضنا الموضوع بفترة زمنية معينة لأنه حاسين حالنا منا مستعدين لهيك خطوة، أو رفضنا شخص ما لأنه حاسينه ما حدا مناسب، مباشر العالم لازم تتم إطلاق علينا لقب عازفي عن الزواج، نسوية ضد الرجال. إيه بنات هالأيام شو عاجبون ما عم يعجبون شيء. وإذا أي بنت تخطت السن اللي هني محددينه للزواج لازم يتم إطلاق عليها لقب عانس. خطوة الزواج مانا لعبة سواء على الشاب أو على البنت، وإيجاد الشخص الصح والصالح بهي الأيام مانو بالأمر السهل يا جماعة. لذلك زينوا كلامكم قبل ما تتدخلوا بحياة غيركم. بتعرفوا إنه ضغط المجتمع على البنات عم بيخليهم يختاروا شريك غير مناسب، وأكبر دليل نسبة الطلاق اللي عم نسمعها بهي الأيام. لذلك يا جماعة أي حدا بده يخطي هيك خطوة لازم يكون واعي فكريا وناضج عقليا ومتأكد منها، مو بس مشان يتخلص من كلمة عانس. ولكل بنت عم تسمعني، بدي منك ما حدا يأثر على قراراتك، لأنه هاي حياتك وأنت اللي رح تعيشيها.